مفاتيح الفرج العشرة. داوم عليها يصلح حالك ويرزقك من حيث لا تحتسب. الصبر مفتاح الفرج، وهي ليست مجرد عبارة نقولها، فالله تعالى قال في كتابه الكريم: إني جزيتكم اليوم بما صبروا. فلم يقل بما صلوا أو بما صاموا أو بما تصدقوا، بل بما صبروا. وذلك لأن الصبر عبادة تؤديها وأنت تنزف وجعًا، ويأتي على الإنسان أوقات تضيق به الحياة بما رحبت، ولا يعرف ماذا يفعل إلا أنه في هذا الوقت عليه بمفاتيح الفرج العشرة. أولاً سورة الفاتحة، فهي الكافية والشافية والواقية، فهي قرآن ودعاء وحصن. فاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوى ودافعة الهم والغم والخوف والحزن لمن عرف مقدارها وأعطاها حقها وأحسن تنزيلها على داء وعرف وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله كانت كذلك. ولما وقع بعض الصحابة على ذلك رقى بها اللذيذ فبرأ لوقته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية؟ ومن ساعده التوفيق وأعين بنور البصيرة حتى وقف على أسرار هذه السورة واشتملت عليه من التوحيد ومعرفة الذات والأسماء والصفات والأفعال وإثبات الشرع والقدر والمعاد وتجريد توحيد الألوهية وكمال التوكل والتفويض إلى من له الأمر كله وله الحمد كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله والافتقار إليه في طلب الهداية التي هي أصل سعادة الدارين، وعلم ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما، وأن العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها موقوفة على التحقق بها أغنته عن كثير من الأدوية والرقي واستفتح بها من الخير أبوابه ودفع بها من الشر أسبابه. ثانيا، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. إذا أصاب أحدكم غم أو كرب فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. عن عائشة أم المؤمنين في صحيح خلاصة حكم المحدث، أخرجه ابن حبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على التقوى وحسن التوجه واللجوء إلى الله في كل الأحوال، وكان يعلمهم ما ينفعهم من الأدعية والأذكار. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب أحدكم غم أو كرب، أي أصابه الحزن وضيق النفس لمصيبة ألمت به، فليقل: الله الله، وكرر لفظ الجلالة استلزازا بذكره واستحضارا لعظمته وتأكيدا للتوحيد، فإنه الاسم الجامع لجميع الصفات الجلالية والجمالية والكمالية. ربي، أي هو ربي المحسن إلي بإيجادي من العدم وتوفيقي لتوحيده وذكره، والمربي لي بجلائل نعمه، والمالك الحقيقي لشأني كله. ثم أفصح بالتوحيد فقال: لا أشرك به شيئا، أي ليس معه أحد يشاركه في كماله وجلاله وجماله. وفي الحديث تربية نبوية وإرشاد إلى التوجه إلى الله بالدعاء في النوائب والملمات، وفيه بيان الأثر النافع لذكر الله. ثالثا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإن لقول العبد لهذا فضلا عظيما وخيرا كثيرا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذا دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له بها. رواه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وغيرهما وصححه الألباني. رابعا، قول حسبنا الله ونعم الوكيل. حينما يقول المسلم حسبنا الله ونعم الوكيل في حالات الظلم التي يتعرض لها في الحياة، ويكون معنى هذا الذكر أن الله سبحانه وتعالى هو حسب المسلم أي كافيه، ونعم الوكيل تعني نعم القائم
على أمر المؤمن في جميع شؤونه من رعاية ورحمة وحفظ وإجابة دعاء وكف أذى وسوء وجلب خير وسرور. إن دعاء المسلم على الإنسان الذي ظلمه بقول حسبي الله ونعم الوكيل ليس حراما، كما أن الشخص إذا دعا بها على آخر ولم يكن ظالما له لا شيء عليه وتحسب من سبيل الذكر، كما أن الشخص الذي دعا عليه قد ظلمه بالفعل فالله سبحانه يقص له مما ظلمه أو يعفو عنه لما قد يعلمه عنده من نية حسنة أو حسن خاتمة. من يقولها بعدم تسمية من ظلمه في دعائه فيذكر القول مجردا، وذلك كما في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. صدق الله العظيم. كما أن قول حسبنا الله أي الله كافينا وكللنا في جميع أمورنا، مختتما أنه لا بأس في تكرارها من تجريدها من اسم الظلم. كما أن كبار المشايخ نصحوا بترديد حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة، يعني 450 مرة، مشيرا إلى أن هذه المقولة هي دعاء وذكر ووقاية من كل شر وفيها الخير الكثير، كما أنها من أعظم الأدعية الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة. كما أن هذا الدعاء يمكن أن يقال في مواجهة المسلم الظالم، كما يمكن أن يلجأ إليه المهموم أو المكروب أو الخائن. خامسا، الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وصح عنه أيضا الترغيب فيها بزيادة العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه مسلم بلفظ: ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة، أو قال على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي صحيح ابن حبان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن أبي هريرة أيضا قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإنها من كنز الجنة. ذكره الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وقال صحيح لغيره. ومن هذا يعلم أن من قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقط أو آتى بزيادة العلي العظيم معها قد وافق الصواب، لكن لا ينبغي الاقتصار على لا حول ولا قوة إلا بالله في الحالة التي ورد فيها زيادة لفظ العلي العظيم، مثل الذكر عند النوم لوردها في الحديث. سادسا، فضل الاستغفار. وفي خصوص عدد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار في اليوم، فقد روي البخاري عن أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي صحيح مسلم عن الأغر المزني وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وأما ما كان يقول صلى الله عليه وسلم من لفظ في الاستغفار فمنه ما أخرجه النسائي بسند جيد من طريق مجاهد عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في المجلس قبل أن يقوم 100 مرة. وله من رواية محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر يلفظ: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. ولا شك أن الاستكثار من الاستغفار سبب في ولوج أبواب الخير ومنه استجابة الدعاء. فقال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما. سابعا، لا إله إلا الله العظيم الحليم،
لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فإن الذكرين المذكورين جاء في حديثين عظيمين صحيحين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الذكر الأول في الدرجة الثانية من الصحة بعد الحديث المتواتر، فقد رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وأما الثاني فرواه ابن أبي الدنيا والنسائي وغيرهما، وصححه السيوطي والألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير. والذي ننصح به بعد تقوى الله تعالى هو الجمع بين الذكرين والدعاء بهما جميعا، وإذا أراد المسلم الاقتصار على أحدهما فليكن الأول، لأنه أعلى درجة في الصحة وهو متضمن لمعنى الثاني. ثامنا، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. فإن الدعاء المذكور من الأدعية العظيمة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم عليها، كما روي البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري بلفظ قال أنس: فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وفائدته أن كثرة الدعاء به تفرج الهم وتزيل الحزن وتيسر قضاء الدين وتقي من قهر الرجال. ولم نقف على عدد معين من قراءته، ولكن ينبغي الإكثار منه كما هو الحال في سائر الأدعية والأذكار التي وردت بها السنة. تاسعا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. فإن معنى الدعاء المذكور طلب المؤمن من الله سبحانه وتعالى ودعائه باسمه الحي واسمه القيوم، والاستغاثة برحمته في أن يصلح له شأنه كله، وألا يكله إلى نفسه أي لا يسلمه إليه ويتركه طرفة عين أي تحريك جفن، وهو مبالغة في القلة. ومعنى القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قيوم القائم بنفسه المقيم لغيره. وفي مرقاة المصابيح عن أنس أن رسول الله كان إذا كربه أمر أي أصابه كرب وشدة يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أي أطلب الإغاثة وأسأل الإعانة. وفي معنى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين قال المناوي في فيض القدير: لا تكلني أي لا تصرف أمري إلى نفسي، أي لا تسلمني إليها وتتركني هملا طرفة عين أي تحريك جفن، وهو مبالغة في القلة. والحديث المذكور رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه النسائي والبزار بإسناد صحيح والحاكم وقال صحيح على شرطهما، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. ويقال هذا الدعاء عند الصباح والمساء وعند الكرب والشدة، ولا حرج في الإتيان في سائر الأوقات، لأن العبد مفتقر إلى الله تعالى في كل وقت وحين، مع التنبه أن الدعاء به مستحب وليس بواجب. عاشرا، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. رواه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى وابن حبان وصححه وحسنه الألباني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه النسائي في السنن الكبرى والبزار والحاكم. وأما معنى لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فقد قال المناوي في فيض القدير: لا تكلني أي لا تصرف أمري إلى نفسي، أي لا تسلمني إليها ولا تتركني هملا طرفة عين أي تحريك جفن، وهي مبالغة في القلة. ومن خلال هذا يتضح أن لا تعارض بين كون الله تعالى حي قيوم وبين أن يكل الإنسان إلى نفسه أي أن يترك إعانته، ويكون معنى لا تكلني إلى نفسي أي لا تترك إعانتي
ففيه طلب الإعانة من الله تعالى في كل لحظة، والمؤمن مأمور بطلب الإعانة من الله في كل حين، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. صدق الله العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني لأحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني.